للناس الكل كالعادة عبد أسامة الزيات من العاصمة دمياط. مرحب بحضراتكم جميعا على غير العادة. الحمد لله مبسوط، أول عميل يشرفني بعد عودتي من أراضي المملكة السعودية. الحمد لله هو يستحق الكرم. عم محمد منور الدنيا. عم محمد يا جماعة من الشرقية، كفر صقر صح كده، ومن الناس فعلا اللي على الفطرة وهناخد رأيه فينا. بس قبل ما أبدأ وعلى غير العادة برضه الراجل ده يستحق الشكر. دكتور أحمد مسعد العاشر من الحاج مسعد، أول مرة يظهر معايا على القناة وما يظهرش على قناة حد، بس هو ظاهر عندنا محبة فينا وتقدير لينا، منور الدنيا. هكلم الضيف الأول وأرجع لك. عم محمد بالله عليك، لا في نفاق مجاملة ولا نفاق ولا رياء، أنا عايزك من قلبك تقول تجربتك النهارده في دمياط. بجد انا مش هقول شكري موصوف او هقدم او هقول، لكن ولا هزيد ولا هديك حقك ولا اقدر ان انا اكفيك اللي انت عملته معايا النهارده. شكرك وكلامك واسلوبك ومعاملتك وحاجه بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك ويديك على قد نيتك. احنا النهارده انا كسبت اخ قبل لاي شيء. شغل البيع والشراء بيروح وبيجي، والدنيا كلها زي ما بيقولوا ايه في النهايه الزوال، لكن الناس بتكسب الناس، فما الدنيا مكاسب، والانسان اللي هو يكسب انسان ديت الدنيا كلها. حبيبي هو انا عايز الفت نظرك لحاجه بس. هو المكان هنا راقي قوي وقافل على موديلاتي. هنشوف هو كاتب هنا ممنوع صعود اي شخص من دمياط، واحنا من دمياط وده هنوجهه للدكتور احمد. بس انا هرجع لك تاني. يا دكتور عامل ايه؟ اولا يا جماعه الراجل ده كرمني بجد، وعمل لي خاطر وعمل لي تقدير كبير للعميل بتاعي. والله عايز اقول لكم يعني يمكن في غرفه واحده خصم حوالي 10000 جنيه عن سعر السوق، فكان لازم اشكر دكتور احمد لان هو ابن عز ووالده ابن عز، فده شكرا ليك. عاملين جو حلو في دمياط، احنا مبادره على دمياط بجد بنصنع وجبه مشرفه للمدينه بجد، بنجيب العملاء الطيبين بلدنا. هو احنا عايزين نسالك بقى في اللقاء الجميل ده. والله انا اتشرفت بناس حبيبي طبعا زي ما بقول معرفه الناس كلهم. الحمد لله، هذا الفضل ويشهد الله هذا الفضل. الواحد زي ما بقول لك بيتكلم كلمه بنيه صافيه بقلب صافي طالعه من القلب للقلب. انا عايز اسالك بس سؤال، حتى في دمياط ده بعض الناس او المنتفعين بيطلعوا على مدينه دمياط في بلطجيه بيمشوا على العملاء بيعكسوكم بياخدوكم بالعافيه. واحد زي الدكتور احمد يقول لك تعال اتفرج عندي بالعافيه. الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده اشاعات؟ شفنا الكلام دوت. يعني دمياط اهل كرم، اهل كرم واهل محبه وناس. ما احنا عايزين العميل لما العميل يقول يا دكتور غير كلامي وغير كلام. طب انا عندي ليك برضه فكره وهرجع لنفس السؤال للدكتور. احنا دخلنا اكتر من معرض وما اشتريناش حسب الذوق والنصيب، وممكن كنا ما نشتريش من الدكتور. هل الناس بتتضايق واحنا خارجين بيحرجونا بكلام بيقلوا من فرحتك في اليوم؟ والله ما بدناش الا غير كل ود وترحاب واهلا وسهلا وحاجه فوق الوصف بجد. ناس كرمه فوق يعني زي ما بيقولوا اهل الشرقيه اهل كرم. لا ده دمياط. يعني برضه دمياط البلد قلعه صناعه، محدش يقدر يتكلم في الكلام دوت على مستوى الجمهوريه، مش النهارده بس ولا من زمان. احنا الفكره في ايه؟ ان احنا بنحاول بهدوءنا وبادبنا احنا كاولاد دمياط. يعني لو اتكلمت عن نفسي او على اللي زي دكتور احمد، بنحاول اي ضيف يجي على سكتنا نكرمه، ونحاول ان احنا نكون بنعاملكم بواجهه مشرفه. طبعا بواجهه مشرفه. انا مش عارف ما قابلنا غير كل دوت وشفنا كل ود وترحاب، ويعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم. انا حبيبي عايز اشكرك، انت نورت دمياط وشرفتنا، وكان نفسي اعمل بس اللقاء ده بس مباشر مره واحده، ولكن احنا سجلناه وبقى لقاء مسجل. اشكرك يا دكتور احمد، انت شرفتنا ونورتنا. ابو زياد برضه كرمنا، شكرا لك يا ابو زياد. انت اللي عليك الدور تشرفنا. مدينه دمياط قلعه الصناعه في مصر يا جماعه، انا بقول عليها العاصمه. دمياط كلها اهل خير، سواء اولاد الحاج مسعد العاشر زي ما انتم شايفين، سواء راي العملاء، سواء انا العبد الفقير الى الله عبد اسامه الزيات. بشكركم حسن المتابعه والاستماع. السلام الله عليكم. حبيبي طيب صوره مجمعه بقى جميله. ربنا يعزك يا رب.